مساء الخير. أنا عارفة إن إحنا دايمًا بنسمع الناس بتقول لنا حِب نَفْسك، عندك مشكلة في أي حاجة حِب نَفْسك، عندك مشكلة وسواس، عندك مشكلة اكتئاب، عندك مشكلة آمم، مشاكل في علاقاتك، بنسمع دايمًا اللفظ ده من أي حد سواء بنتفرّج هنا على فيديوهات على يوتيوب أو حتى رُحنا لحد مثلًا نتعالج معاه، وبيبقى الموضوع مستفز شوية بيبقى أشبه باعمل الصح. أنا هاحاول النهارده في الفيديو إن أنا أشرح حاجات كتيرة أوي تخلّينا نمشي على طريق حُب الذات، من غير ما تكون بتعمل الصح، عشان كده أنا عايزاك لو أنت دلوقتي فاتح الفيديو ممكن تعمل pause بسيط، وتروح تجيب ورقة وقلم لإن هنقول كلام كتير جدًا مهم. أوكي. حُب الذات لمّا هنحاول نفهمه، هنفهمه من كذا اتجاه. أول حاجة هاتكلّم فيها هي هتكون علم النفس. ليه هاتكلّم عن علم النفس؟ لإن دي خلفيتي، أنا طبيبة نفسية عندي خبرة 11 سنة في علم النفس، واتعاملت مع عدد كبير جدًا من الحالات. تعالوا نشوف علم النفس بيقول يعني إيه self. بيقول إن في self وفي personality، والناس أحيانًا بتلخبط بين الاتنين. الself ده زي concept والpersonality دي هي صفاتك اللي أنت مولود بيها، اللي موجودة في جيناتك، اللي هي غالبًا مش بتتغيّر. شبه إيه؟ شبه أنت مثلًا انطوائي والّا اجتماعي، دي حاجة بتتولد بيها مش حاجة بتتغيّر ومش المفروض تطلب من نَفْسك تغيّرها على فكرة. زي أنت مثلًا حسّاس feeler والّا أنت thinker، كل دي حاجات يعني وبتبقى غالبًا أنت عارفها عن نَفْسك لإنّها بتبقى حاجة بتنُط في كل حاجة، بتنُط بتلوّن الbehavior بتاعك، فأنت بتبقى عارفها. لكن السلف دي حاجة تانية، السلف دي هي مجموعة بقى إيه، الأفكار اللي في دماغك، رؤيتك عن نفسك، رؤيتك عن نفسك من خلال العلاقات اللي دخلتها، من خلال المجتمع اللي أنت عايش فيه، من خلال البيئة اللي اتربيت فيها، من خلال الطفولة، يعني بيبقى يعني concept أكبر شوية. هاختار حد من علماء النفس اللي أنا باحبه جدًا، وهو رائد المدرسة الإنسانية اللي هو كارل روجرز، بيقول إن السلف دي 3 حاجات. إن هي في بيبقى عندنا حاجة اسمها ideal self، دي الحاجة اللي أنا نِفْسي أبقاها، اللي هي ممكن تكون برضه مش أنا، اللي هي أنا نِفْسي أبقى إيه، يعني زي مثلًا أنا نِفْسي أبقى ناجح، أنا نِفْسي يبقى معايا فلوس، وفي الself image اللي هو أنا شايف نَفْسي إزاي، وفي الself esteem اللي هو رأيي بقى في اللي شايفه، اللي بيخلّيني بقى أحب نَفْسي وأكرهها، أوكي، وإن كل ما الgap وسعت ما بين النَفْس اللي أنا شايفها والنَفْس اللي أنا نِفْسي أبقاها، كل بقى ما بيحصل مشاكل نَفْسية. أنا كمان مُدرِّبة يوجا، فخلّينا نشوف وfascinated بعلم الشرق، يعني خلّينا كمان نشوف الشرقيين بيقولوا إيه. واليوجا by the way ما هياش دين، لإن ده حاجة يعني غلط شائع يعني، اليوجا ولا البوذية ولا حد فيهم دول دين، دول عبارة عن فلسفة، فلسفة في الحياة، نقدر نقبلهم، نقدر نرفضهم، نقدر نشوف إن هم صح ونقدر نشوف إن هم غلط، نقدر نتخانق معاهم عادي. فإحنا دلوقتي شُفنا فلسفة الغرب اللي هي علم النفس، تعالوا بقى نشوف فلسفة الشرق، إحنا والشرق اللي هو يعني الهند وكده. فهنتكلم علينا وهنتكلم عليهم. اليوجا بتشوف إنه يعني حاجة شبه علم النفس، إن في نفس غير حقيقية اللي هي الإيجو اللي فيه الرغبات وتخيلك عن نفسك، وفي نفس حقيقية اللي هي ذاتك الحقيقية الأصيلة اللي بتربطك بربنا، وإن علشان توصل للنفس الحقيقية دي محتاج تخطي أو تمثل طبقات البيرسوناليتي بتاعتك، ودي هشرحها كمان شوية. أمّا بالنسبة للبوذيين، البوذيين بيشوفوا إنه ما فيش حاجة اسمها self أساسًا، إنّك أنت محتاج إن أنت تتخطّى التعلُّقات المادية دي كلّها، اللي هي زي مثلًا اسمك، متعلّقاتك، فلوسك، شهرتك، ولادك، عشان تتحرّر وتوصل لحاجة اسمها نيرفانا. في بقى إحنا اللي هو الإسلام والمسيحية. في الإسلام إحنا عندنا النَفْس 3، نَفْس أمّارة بالسوء، نَفْس لوّامة، ونَفْس مطمئنة. وإن هي نفس ال3 طبقات بتاعتها دي أنت يعني بتفضل ترتقي فيها لغاية ما توصل للنفس المطمئنة اللي هي ترجع إلى الله راضيةً مرضية. بالنسبة للمسيحية، المسيحية برضه عندهم إن الإنسان بيتولد من جديد مش بالجسد ولكن بالروح لمّا بيلاقي ربنا جواه. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني كل فرصة عندك ترجع فيها لذاتك فأنت بترجع فيها لربنا. فده هنا شُفنا الغرب وشُفنا الشرق. إزاي بقى هنشوف من الفلسفات دي حاجات عملية نعملها؟
خلّيني أشرح الأول طبقات الpersonality لل تبعًا لليوجا، أوكي؟ اليوجا بتشوف إن إحنا عندنا 5 طبقات، حاجة اسمها كوشاز. ال5 طبقات دول أول طبقة منهم هي الجسد المادي. الجسد المادي اللي هو أكلك، شربك، جسمك. بيقول لك علشان تماستر الطبقة دي وما تفضلش تزن عليك وما تفضلش تبقى هي دي الطبقة اللي بتشوف منها نفسك، محتاج إن أنت تراعي جسمك. عشان كده في جزء على فكرة اليوجا اللي هي الاسترتشات دي جزء صغير جدًا من اليوجا. فهم بيعملوها ليه؟ عشان لصحة الجسم. وليه بيعملوا يوجا أصلًا؟ عشان الجسم بعد كده يقدر يستحمل إن هو يقعد يمديتيت، يقعد قاعدة مثلًا 3 ساعات ساكن ويمديتيت، لأن دي الطريقة اللي هم بيتخيلوا بيها إن هم بيوصلوا لنفسهم اللي من جوه. فبيقول لك اهتم بجسمك، اهتم بأكلك، حاول إن أنت تاكل أكل، يعني تستخدم الأكل كأنه دواء ولا تستخدمه كأنه سُم. فتاكل الأكل اللي مفيد لجسمك وتحرّك جسمك، وكمان تحاول تصوّم جسمك عشان يقدر يخرّج الtoxins والحاجات اللي مش مفيدة. تاني طبقة بيقولوها إن هي الطبقة الطاقية، ودي يعني لو يعني بما إني الحمد لله دارسة، فاقدر إن أنا أجمّع حاجات مختلفة، لإن أنا لو مش دارسة وباسمع كلامهم هاقول إن هُم بيهجّصوا، بيهبّلوا يعني. لأ، هُم مش بيهبّلوا، هُم الطبقة الطاقية دي يقصدوا بيها الجهاز العصبي. وإن إحنا لازم نماستر جهازنا العصبي، لازم يهدى، لإن الجهاز العصبي اللي مش متزن هو غالبًا سبب في أمراض نفسية وعقلية وجسمانية كتيرة جدًا. ليه؟ لإن الجهاز العصبي الغير متزن، اللي هو مثلًا الsympathetic فيه بيبقى عالي، اللي هو الجهاز العصبي اللي بيبقى فيه التوتر الكتير والكلام ده، هو مرتبط كمان بالهرمونات، فبيعمل أمراض في الجسم، ومرتبط كمان بإن أنا ييجي لي قلق واكتئاب وكل الكلام ده. هم بيشوفوا، وده حقيقة مثبتة علمية، إنه النَفَس له علاقة وطيدة بالجهاز العصبي. فعندهم عدد كبير جدًا من تمارين التنفس اللي بتخلّي الجهاز العصبي مع الوقت والاستمرارية عليها يهدى، وده بالطريقة دي تكون أنت mastered تاني طبقة. تالت طبقة اللي هي المشاعر والعقل، هم بيرشحوا إن أنت تفهم إن أنت مش عقلك، وإن أنت مش مشاعرك، وإن أنت محتاج تبقى متفرج عليهم فقط. وبيبقى في تكنيكات لتنظيم مشاعرك عن طريق برضه التنفس وعن طريق اليوجا الجسدية وكده. الطبقة اللي بعد كده هي طبقة ال الحكمة. إن أنت لمّا بتقدر تماستر كل دول بتوصل لدرجة إن أنت تبقى حكيم، فتبقى تصرفاتك وقراراتك جاية من حكمة. الطبقة اللي بعدها طبقة البلس، أو طبقة إن أنت تكون عايش في نعيم في جسمك، في جنة على الأرض، لإن أنت قدرت تتخطى كل الحاجات دي. شايفين كلّهم شبه بعض، كلّهم بيتكلموا عن فكرة تخطي، عن فكرة إن إحنا بننُط حاجات عشان نوصل لنفسنا. بعد ما تخلّص كل الطبقات دي بيقول لك بقى إيه، نَفْسك الحقيقية أو ذاتك اللي هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى موجودة بعد الكلام ده. فنقدر نفهم من الطبقات دي لو أنا محتاجة أعرف نَفْسي وأوصل لحقيقتي أمشي إزاي. خطة أهي، وأنا برضه في الآخر هاقول لك تعمل إيه. فإحنا دلوقتي فهمنا الconcept من كذا جهة. طيب، لو أنا محتاج إن أنا أحب نَفْسي، أحبها إزاي؟ ما فيش حد بيحب نَفْسه من غير ما يعرفها. أنا لو ما عرفتهاش، لو ما عرفتش أنا مين، ما أقدرش أحبها. ومعرفتك لنفسك ومعرفتك لنقط ضعفك هتخلّيك حتى لو بعد كده هتروح تستشير طبيب نفسي أو تستشير معالج أو مش هتستشير حد، حتى هتمشي الطريق لوحدك، تبقى عارف تمشي إزاي. طيب، إيه التمارين العملية اللي أنت ممكن تعملها عشان تمشي في الرحلة دي؟ لإن إحنا مش هاقول لك أحب نفسك بكرة الصبح هتحبها، ده رحلة journey. في تمارين أنا يعني باحبها وبافضّلها، أوكي؟ أول حاجة بالنسبة للجسم، لو أنت هتمشي مثلًا تبع الطريقة اللي هي بتاعة اليوجا دي، أنا أنصحك إنك عايز تحب نَفْسك ابتدي اتحرّك، ابتدي حرّك جسمك، حركة بسيطة، مش محتاج تعمل يوجا حتى، مش محتاج تعمل gym، حركة بسيطة، امشي كل يوم 5 دقايق صفّي ذهنك. ومنّي أنا بقى كمعالجة نفسية أقول لك لمّا تعمل التمرين ده روّح اكتب كده إيه أنت حسّيت بإيه. لأن هي دي الdata، مش هنروح إحنا بنتعرّف على نفسنا، فأنا هادّي لك الdata اللي تعرف بيها نفسك. ده أول تمرين. تاني تمرين هو التمرين الطاقي. أعمل إيه عشان أنا أوازن الطاقة بتاعتي، أوازن الnervous system؟ هادّيك تمرين بسيط أوي، 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 سهل تقدر تعمله. عايزاك تقعد في مكان هادي، ضهرك مفرود،
وتعمل التمارين التنفس اللي اسمه 4 6 8. سهلة؟ 4 6 8. تاخد النفس في 4 عدات بالراحة. حتى كانوا بيقولوا لنا عشان ناخد النفس بالراحة ما بنقولش 1 2 3 4، بنقول 1001 1002 1003 1004. تحبسوا جواك 6 عدات، وبعد ما تحبسوا 6 عدات تخرجوا 8 عدات. وانت بتعمل ده عايزاك تتخيل ان انت بتستنشق رجوعك لنفسك، والزفير بتخرج منها كل ما ليس له علاقة بيك، لأن تصدقني الحاجز الحقيقي بينك وبين حبك لنفسك مش نفسك، مش هي فيها ايه، هي كل معتقداتك عن نفسك الوحشة. طيب العقل، اعمل ايه عشان طبقة العقل والمشاعر دي؟ بادئ ذي بدء كده. انا بحب تمرين قوي، بيبقى ان انا بسيب الناس تكتب عن نفسها 40 جملة حرة تبتدي بكلمة انا، وياخدوا وقتهم وهم بيكتبوهم وما يحاولوش يفكروا كتير، اللي يجي في بالك اكتبه على طول. طب 40 جملة دي يعني ايه؟ انا شايف نفسي ازاي عامة، شايف جسمي ازاي، شايف عقلي ازاي، شايف علاقاتي ازاي، شايف علاقتي باهلي ازاي، انا رأيي فيا ايه. لان انا لما اشوف رأيي فيا ايه هبتدي اعرف انا شايف نفسي ازاي. لما اعرف انا شايف نفسي ازاي هعرف ايه الخلل اللي عندي. هي المشكلة ان انت بتحب نفسك اصلا، انت مخلوق على الحب. احنا محتاجين نعرف انت بتكرهها ليه. فلما تعمل التمارين دي هتبتدي تعرف. يعني لما تكون بتتمشى وتقعد تشوف مشاعرك تجاه الحركة الجسدية هتفهم انت مش حابب جسمك ليه، ايه المشكلة. لما تكتب ال40 جملة دول هتعرف انت السيلف ايمج بتاعتك ايه، وقد ايه هي بعيدة ولا قريبة من من الايديال سيلف اللي في دماغك. هتبتدي بعد كده تعرف الايديال سيلف دي هل دي حاجه يعني فرضينها عليك من المجتمع، حاجه مش حقيقيه. هتبتدي تكتشف مثلا باترن في حياتك ان انا دايما ببقى كذا، لا ده انا بحس اكتر ما بفكر، لا ده انا حدسي عالي جدا، انا مش بحب ان انا اختبر الدنيا بحواسي. لما تعرف ان دي حقيقتك ودي حاجه ما بتتغيرش، اللي هي الصفات الاساسيه اللي فيك، هتعرف تقبلها. انا انصح ان احنا نقرا عن موضوع الام بي تي اي، وممكن تعمل امتحان او ما تعملوش، بس عشان تعرف ايه المحاور الثمانيه دي، تبقى اعرف انا مين، انا مين فيهم. حاجه تانية بالنسبه لاختبار الحكمه بتاعتي، كل ما اخد قرار انا محتاجه اعرف القرار ده حسسني بايه، والقرار ده خدته ازاي عشان اعرف انا واصل لفين في درجه الحكمه. لان انا رايي ان الطبقات دي هم في اليوجا بيقولوا ان انت بتمشيها بالترتيب، لكن انا رايي ان هي مش بتتمشى بالترتيب، ان هي بتبقى موجوده في مرحله في يعني ما في مع بعض. يعني ممكن مثلا اكون انا محقق من تصالحي مع جسمي مثلا نسبه 8، من جهازي العصبي انا كويس، جهاز العصبي كويس بنسبه 7، ممكن يكون انا مشاعري all over the place يعني في مثلا 2، ما بتبقاش يعني خط مستقيم قوي يعني. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن تعمل تمرين اسمه تمرين أنا أستحق. لأن تكتب أنا أستحق إيه وعشان إيه. ممكن تكتب 10 جمل. ممكن كمان تعمل تمرين حضن الطفل الداخلي. آه، زي ان انا لما بلاقي نفسي بعيط او بلاقي نفسي متضايق، مشاعري هي الطفل الداخلي ده كونسبت كده، هو مش يعني مش حقيقي قوي ومش غلط. الطفل الداخلي ده اللي هو مشاعرك اللي من جواك، هل بتحتضنها ولا بتحتقرها؟ هل تستحق منك النهارده مثلا ان انت تديها حضن كده وتبقى كويس معاها؟ لو انت من الناس اللي بتمارس اليوجا انا اقترح عليك ان انت تدخل في روتينك بوزز زي كوبرا بوز، تشايلد بوز، بريدج بوز، كلهم اسمهم هارت اوبننج بوز، تفتح قلبك. لان التمارين دي بتفتح منطقة الصدر، وبتفتح كمان العمود الفقري اللي هو الثوراسيك. و يعني معروف دلوقتي ان الجسم بيخزن ترومات وبيخزن مشاعر في الاماكن دي، فكل ما تفتح المنطقة دي كل ما استقبالك لحب نفسك والحب ربنا ليك بيبقى موجود. بس لو انت مش بتمارس يوجا خالص ممكن تعمل سيرش على البوزز دي، قلناها اللي هي كوبرا، تشايلد، بريدج، بس ما تعملهمش على طول. اعمل الاول مثلا 5 او 10 دقائق احماء كده للمفاصل، وبعدين اعملهم، يعني حاجه تمرين كده ما يجيش 5 دقائق في اليوم. وطبعا في فيديوهات جايدد كتيره جدا على اليوتيوب ينفع ان انت يعني تاخد منها برضو يعني جايدنس. لو انت مش من الناس اللي بتحب تنزل يوجا استوديو، ممكن تنزل يوجا استوديو وتختار كلاس
بيبقى فيه heart opening. في النهاية دي رحلة، والكلمة يمكن لما بنقولها في الفيديوهات وفي البوستات بتبقى تبان كأنها اعمل الصح، لأن هي فعلا حاجة كبيرة قوي على إن حد يقول لك واحد اتنين تلاتة. لكن أنا حاولت أعمل جهدي النهاردة إن أنا أجمع كل اللي عرفته في فيديو واحد بتمارين حقيقية عملية. وعايزة أقول لك حاجة، إن أنت مش محتاج تعمل كل ده في نفس الوقت. يعني أنت تقدر إن أنت تقسم الدنيا، ممكن تعمل كل كام شهر مرحلة. يعني أنا هركز على جسمي أكتر دلوقتي، لا انا مشاعري هي اللي ضاغطه عليا، فانا هركز على مشاعري دلوقتي، وتعملها بشكل دوري. يعني جسمي ثم مشاعري، او مشاعري ثم جسمي ثم اشتغل على الحكمه بتاعتي، ثم اشتغل على تهدئه الجهاز العصبي. ممكن ابتدي بالجهاز العصبي. لما هتعمل حاجات كتير من دي هيبقى عندك داتا محترمه عن نفسك، والداتا المحترمه عن نفسك دي انا بحب جدا ان انا اديها للناس واخليهم يعملوها لوحدهم، لان حتى لو هتستشير حد هتبقى رايح على نور. ولما تروح تستشير حد في علاج وانت على نور، تقدر تقود انت كمان مع المعالج العمليه العلاجيه، غير ان انا لما اروح صفحه بيضاء والمعالج يسقط عليا حاجات، لان احنا برضو بني ادمين، فاهم قصدي؟ فلما تروح وانت عندك وعي ما تجاه نفسك، ده هيخلي ان انت تقدر توجه العمليه العلاجيه. هتقول له انا دلوقتي مثلا شغاله على حاجه معينه، ساعدني. انا عندي واحد اتنين تلاته شفته في نفسي، ساعدني. ده هيوفر عليك فلوس وطاقه ووقت، وهيخليك حتى تعرف تنقي نوع المعالج اللي انت عايز تروح له. عايز تروح لطبيب نفسي، عايز تروح لهيلر، عايز تروح لحد بتاع يوجا. بس بتاع اليوجا مش هيعالجك نفسيا، بتاع اليوجا بس هيعمل لك ستريتشز، او ممكن يعمل لك تمارين بتاعت آه، يعني التمارين بتاعت البريدنج تكنيكس ممكن يعلمها لك. عايز تروح لكوتش، ساعتها تقدر تحدد وجهتك وتحدد الشخص اللي يقدر يساعدك. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد، ويكون كبسولة حلوة تقدر تديك معنى اكثر شمولا، واكثر يعني دقة وعملية عن باقي الفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده. فلو عجبك الفيديو بليز سبسكرايب للقناة، يمكن اقول لك حاجات تانية في فيديوهات تانية تفيدك كمان. انا عايزاك كمان تقول لي رأيك في الكومنتات عن المحتوى، تقول لي اسئلتك، علشان ده ممكن هيفيدني، يديني افكار لمحتويات بعد كده، يعني الفيديوهات لاحقة تكون مفيدة ليكم. فأنا أحب أقول لكم اللي أنتم محتاجين تعرفوه، طبعا برأيي المتواضع، وفي الأول وفي الآخر رأيكم أنتوا في الحاجة وإحساسكم بيها هو اللي صح، ولازم ما تمشوش ورا حد، وتمشوا بس ورا نفسكم. ولو عجبك أكتر وعايز تخلي ناس تانيين تعرف عنه، يا ريت تعمل شير. شكرا وإلى اللقاء.